والله لو جينا للحق إن مفروض الشماليين هم اللي طالبوا بانفصال، والله لو جيك للحق وعلى ما كنا عليه الوضع قبل الوحدة، والله أن الشماليين هم مفروض يطالبوا بانفصال. يعني بالله كان الجواز الشمالي أي دولة يدخلك، إي والله أي دولة تروح فيه. كان الجنوبيين نفسهم يدخلوا الشمال تهريب وبعدين يقطعوا جواز أنهم شماليين عشان يروحوا السعودية يشتغلوا. ليه بيهربون بلاد؟ عشان كنا عايشين جوع. كان الحسبة ممكن كان يقول لك السيارات اللي تستوردها الشمال 9 أضعاف ما تستوردها الجنوب. لكن احنا كنا أقوياء بإيش؟ كان عند الشمال مثلا نقول 30 دبابة، عندنا 300 دبابة. نحن كنا مستودع أسلحة في الشرق الأوسط للاتحاد السوفيتي، فكنا بنفكر ان احنا أنفسنا أقوياء. نحن كان عندنا ثروات بس ما هي طالعة، ما بتخرج. أنا أشوف مرة مقابلة مع السفير الاتحاد السوفيتي في الجنوب، يقول يعني كان الجنوبيين كل ما طلع حدا رئيس يروح روسيا يجيب صفقة أسلحة. يعني ما يروح يجيب يشوف يطور شعبه أو يصلح تجارة واقتصاد. أصلا أنت لو كنت تاجر فأنت تحت مسمى أنت إنسان راس مالي، يعني منبوذ. أنت إنسان راس مالي، يعني زي العيب تجارة. إذا شافوك بتصلي أنت إنسان رجعي، الرجعية. والله مفروض الشماليين أنتم تطالبوا انفصال، والله العظيم لو جينا الحق طالبوا انفصال. لكن نحن من اللي نضحك علينا بيقولوا إنه لو جمعنا ثروة الجنوب الملح، بس الملح تكفينا. فبعد السنوات، مرت 10 سنوات أو كذا، اكتشفنا إن اللي كان بيقول الملح ما شاء الله عنده فلل وعنده قصور وعنده ما أعرف إيش، ونحن جالسين مكان نحن. أنتم تطالبوا الانفصال، لأنه والله من يوم جت الوحدة إنكم رجعتوا 70 سنة ورا، لكن نحن مكان نحن على وضعنا جالسين، ما تغير في وضعنا شيء.